يا جماعة الكارثة كبيرة كبيرة كتير وفوق أي اعتبار، وكل ما عم بمر يوم زيادة عم تتكشف فظائع أكبر من موضوع ثورة ونظام ومعارضة ومدري شو. فدعونا نضع خلافاتنا جانبا، فالوقت للعمل لا وقت للسياسات ولا للمصالح الدولية أو العربية المتناقضة أو المتناحرة. ادعموا إرادة السوريين في الحياة. أينما كنتم ننتظر دعمكم للسوريين في الحياة. نعم نريد أن نحيا، ولكن الموت علينا حق. كلياتنا رح نموت، التوقيت هو اللي بيفرق، واحيانا الطريقة، بس الأصعب انه الناس تموت وهي عايشة. أهلنا بسوريا تعبوا كتير، لا كهرباء لا مي لا خبز، وفوق أجاهم الزلزال. أرجوكم كونوا إيد واحدة، لا تتطلعوا لورا ولا تلوموا بعض، كونوا إيد واحدة. البلد عم تناديكم. قبل ما تطلبوا من الآخرين لازم نحن نتفق بين بعضنا. والله سوريا بلد حلوة، وحرام اللي عم يصير فيها هيك. اللي ما في خير لوطنه ولأهله وبلده هذا ما في خير لحدا. أدعو الجميع داخل الوطن وخارجه، أغنياء وفقراء، موالين ومعارضين، وبجميع أطيافهم واتجاهاتهم وأديانهم، لنجدة أهليهم المتضررين والمنكوبين. خلص بكفي حاج سياسي، افصلوا السياسي عن الزلزال يا جماعة. حاجة لسه عالم تبعت وبتقول رئيسكم ومدري شو. هذا مو وقته الحكي. العقوبات صار 12 سنة، ما له علاقة الرئيس ولا له علاقة الدولة. في عقوبات، ما عنا معدات لرفع آليات نرفع، ما أنا موجودة. انتوا عم تتخيلوا؟ يعني العالم لسه تحت الأنقاض. الوجع كبير، اتركوا كل شيء يا جماعة وركزوا بالناس. هلأ مو وقته الحكي مع ولا ضد ولا بطيخ. لازم كلنا نكون على حجم الكارثة. الموضوع رباني أكبر من موضوع طيران وبراميل وكيماوي، واللي ما شاف الدمار بالزلزال يشوف بعينه. هذه اللقطات لمئات الأبنية التي تحوي آلاف العائلات تحتاج لتدخل سريع وفوري. أتحدث فقط عن حي واحد من أصل 70% من أحياء مدينة حلب بالتحديد التي ضربها الزلزال، هي تحتاج إلى هدم جميع الأبنية فيها وإعادة إعمارها من جديد. ولهيك يا جماعة لازم كلنا نناشد المجتمع الدولي والغرب وأمريكا حتى يرفعوا العقوبات عن سوريا الوطن، سوريا الأسد، سوريا البلد، سوريا الحضن، الأم الحنون اللي اشتاقت تجمع أولادها وتحضنهم. بليز سيلفو بلي، ارفعوا العقوبات عن بلدي سوريا. ارفعوا العقوبات عن سوريا. أناشد المجتمع الدولي وأناشد كل الغرب برفع العقوبات ورفع الحصار عن سوريا. منطالب بفك الحصار عننا، بفك الحصار إنسانيا. فرفع الحصار عن سوريا العزيزة أصبح واجب وفرض إنساني. ارفعوا العقوبات عن سوريا، ارفعوا العقوبات عن السوريين. قانون العقوبات اللي على سوريا بيمنعنا اليوم من استيراد حتى المشتقات النفطية وحتى الدواء وحتى الغذاء. برافو، ممثلين محترفين وعم تتقنوا دوركن كتير منيح، واخدين الشخصية صح بما يتناسب مع الدور الحزين المتأثر اللي عم تحاكوه. صحيح في صوت متحزن متكلف شوي، وفي كتير عصورة وابتذال وتكلف حتى تنزل الدمعة، بس ما في مشكلة. محققين الشروط وقادرين تضحكوا على شوية أغبياء من أشكالكم ومن ناس ممكن يصدقوكم، بس ما ممكن تضحكوا على شعب كشف كذبكم وألاعيبكم وتطبيلكم وتسعيجكم من 12 سنة. ولسه الفنان مصطفى الخاني لساته أخذ دور النمس الحربوق وعم يحاول يضحك علينا، بس صاحين لك وكاشفين لك ولاطين لك، وتدليسك وكذبك مكشوف. قال شو؟ العقوبات تمنع استيراد الدواء والغذاء. يمكن حافظ بصم بس من دون فهم، لأنه هيك كاتبيلك بالورقة. يا شطور انت وجوقة الملايك تبعك اللي عم بتطالبوا برفع العقوبات عن النظام. انتوا بتعرفوا ليش هي العقوبات وشو أسبابها؟ العقوبات فرضت على النظام بعد تسريب الضابط المنشق عن النظام قيصر عشرات الآلاف من صور جثث قتلها بشار الأسد بالسجون والمعتقلات بطرق وحشية يفوق عدد عشرات المرات مما قتله الزلزال.
ومن ساعة فرضها يستثني الغذاء والدواء والحالات الإنسانية والكوارث وحتى بعض الأدوات الزراعية. ولهيك بعد الزلزال تم رفع العقوبات لمدة 6 أشهر، وبدأت المساعدات تدخل لسوريا. وهذا مو كلامي، هذا كلام اللي سن العقوبات. رأينا بعض التقارير الصحفية الغير دقيقة التي تروج الفكرة خاطئة أن العقوبات الأمريكية تمنع وصول المساعدات للشعب السوري. يجب أن نوضح أن أي عقوبات أمريكية أو أممية تتضمن استثناءات، وهذه الاستثناءات على سبيل المثال إلى حصر تشمل المساعدات الإنسانية والطبية والمواد الغذائية والخيام وغيرها، ولم نمنع أي دولة من تقديم المساعدات، وهذا الأمر ليس له علاقات بالعقوبات. هي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تكذب وبشكل صريح ادعاءاتكم وأكاذيبكم يا أبو ناموسة اللي عم تروجوا لإنقاذ بشار الأسد. ولعلمك المساعدات كانت رح تدخل من أول يوم، ولكن بشار لم يعلن البلد منكوب إلا بعد 7 أيام، ولم يوافق على دخول المساعدات الأممية إلا بعد أن ماتت الناس تحت الأنقاض. تعرف ليش؟ حتى يستفاد أكبر قدر ممكن من المساعدات اللي رح يسرقها ويبيعها مثل ما باع سوريا بأكملها للروس والإيرانيين. إله الحلب واللبقية وجبلة اللي جاي معونات للعالم عم يبيعوها، بالإضافة لتكون ذريعة له ولمشغليه لإعادة تعويمه بحجة الزلزال والإنسانية. وهي كانت فرصة للمطبعين معه أصلا من تحت الطاولة حتى يطبعوا بشكل علني. وفد من الاتحاد البرلماني العربي برئاسة محمد الحلبوسي يصل دمشق للقاء المجرم بشار أسد، والذريعة تقديم الدعم لسوريا بعد الزلزال المدمر. دماء السوريين ودموعهم وعذاباتهم ما كانت بيوم من الأيام بحساباتكم. 12 سنة والنظام يدك المدن السورية بكل أنواع الأسلحة والبراميل المتفجرة وحتى الكيماوي، وانتوا كنتوا عم تضحكوا وتجتمعوا وتدعموا القاتل وتضللوا الناس. وسيادة الرئيس حدا عن جد منيح. انسى هذا الكلام عم تشوفه بالتلفزيونات. أنا هلأ جاي من الشام. دماء السوريين ودموعهم وعذاباتهم ما كانت بيوم من الأيام بحسابات بشار الأسد. وبكل أزمة بتمر على السوريين كانوا حناكوا يتشلخوا من الضحك، وهذا اللي شفناه بكارثة الزلزال. عم يضحك فوق الركام والناس تحته عم بتموت وبتستغيث. دخيلكم طالعونا. سيدي الرئيس حلب كانت منكوبة، حلب اليوم ما لا منكوبة. اليوم بزيارتكم حلب ما لا منكوبة سيدي. بزيارة سيدكم تتلاشى الكارثة. تشبيح منقطع النظير. وما بقاء بشار الأسد واستمراره إلا بسببكم وتطبيلكم وسكوتكم. ويا ريت تكونوا عم تستفادوا أو عم يعطيكم مقابل. تشبيح ببلاش، افتداء بالروح والدم والشباب وحتى النساء وببلاش. ما بتسألوا حالكم لأي درجة وصلتوا من الهوان يا مدعي الإنسانية، يا متذلفين، يا متكلفين، يا ممثلين، يا فنانين. ما عم بقدر شوف ولا فيديو، عم شوف الأطفال اللي تحت الأنقاض، عم شوف الناس اللي قاعدة عم قسم مصدر قوات الأسد وروسيا عم يستهدفوا هذا المكان، وكأنه اللي فينا ما مكفينا. لسه ما طلعنا من نكبة الزلزال، لسه جرحانا معبيين المشافي، لسه الناس مشردة بالشوارع، وبيجيك فوق كل هذا الشيء قصف من قبل قوات الأسد وروسيا. يعني اللي ما ماتوا بالزلزال بده يموتوا بهذا القصف اللي صار. هذا القصف على إدلب يا سلمى المصري، وقبله من 12 سنة على الغوطة ودارية وحمص وحلب وكل شبر بسوريا. وين كانوا دموعك وتعاطفك وإنسانيتك من جرائم لا تعد ولا تحصى بحق شعب كريم حلم يوم بالحرية والكرامة، واللي إذا بيموت ما راح يتراجع عن ثورته. وهذا الشيء إلى الآن عم يقولوه. نفنا ولا يحكمنا الأسد. الفنان الزقرت عباس النوري أبو عصام بقلنا افصلوا الزلزال عن السياسة. والإعلامي المخضرم المتلون مصطفى الأغا بقلنا ننسى الماضي ونحط إيدنا بإيد المجرم. ونصيف زيتون صاحب الصوت الحنون بيضلل الناس بأغنية قال عم يتضامن فيها مع ضحايا الزلزال، بس بينكشف وقت بحط ضحايا طيران النظام وبراميله بدل ضحايا الزلزال. وسلمى المصري عم بتقلنا إن السوار هربوا برا سوريا وتركوا بلدهم تجوع وتمرض، متناسية مين هجرهم ودمرهم وحرق بيوتهم وقتل أطفالهم. والإعلامي اللي كله خير والناس لبعضها
عم بيزور الحقائق وبيقول 75% من أبنية حلب رح تتهدم بأي هزة ارتدادية، وعم بيستغبي الكون كله أنه حلب وكل سوريا دمرت بكل أنواع الأسلحة وبيد أجرم من في الأرض. ولكن الرد من الحلبيين جاء على السريع وقال له أنا حلبي، وهذا من قصف الأسد وعصابته وليس من فعل الزلزال. وهون بنسألكم سؤال، مو على أساس أنه الفنان ابن المجتمع اللي طالعه وجمهوره هو راس ماله، مو هيك؟ فيا فنانين اعرفوا أنه السوريين اللي رفعوكم هن قادرين أنه ينزلوكم مثل ما نزلوا بشار. فيا ممثلين، يا وجوه مثقفي البلد، عرفوا منيح وتأكدوا أنه ذاكرة السوريين حديد وما بتنسى وما بتنخدع بعد كل شي صار فيها. ولهيك رح نضل نطالب بحقوقنا، رح نضل نفضح نفاقكم وإجرام سيدكم حتى نشوفه بقفص الاتهام وعم يتحاكم عن كل جرائمه بحق السوريين. بشار الكيماوي، بشار الكبتاغون، بشار البراميل هو اللي دمر سوريا وعم يدمرها ورح يضل يدمرها بما أنه موجود بالسلطة، لأنه هذا النظام لا يمكن أنه يتغير، لا بتطبيع، لا بدعم إيران، لا بدعم روسيا، لا بدعم العالم كله. حجم الإجرام اللي ارتكبه بشار الأسد بيمنع أكبر مجرمي العالم أنه يقدروا يعوموه وينقذوه. فلا حل مع هذا النظام إلا بالاجتثاث، إلا بقلعه من جذوره وفقط. وهي قناعة راسخة بعقل وقلب وذاكرة كل سوري حر شريف.